كده يبقى لازم نفكر. قال ايه؟ عايز يفكر. انت جننت يا واد ولا ايه؟ انتوا هنا عشان تنفذوا فكر انا وبس، فاهمين؟ ده شيء طبيعي يا فندم، فخامتك الزعيم الملهم وكلنا بنتعلم من افكارك. دي مش ديكتاتوريه، مين لا سمح الله يرصوا بس دول افكارهم هتبقى منيله ابني لو هيودوا البلد في داهيه. تمام. بص ده شكل وزراء لا خالص. بتاع الداخليه خطوه اللي قدام. سيب ايدك خالص، وطي هات حاجه من على الارض، مرجح ايديك، قول ورايا سهله بيسه سهله بيسه هلا هلا على البعليصه. اقول يا حضرتك سهله بيسه سهله بيسه هلا هلا على البعليصه. سهله بيسه سهله بيسه الله الله على البسبيسه. ده وزير؟ لا يا فندم. مش عارف يقول نشيد الجنود البعاليص بتوعنا كما كنت. تعال انت. ده وزير؟ لا يا فندم. شبه حيوان الاربوع كما كنت. وشايف راسهم كلهم بكروش، الكروش مليانه شحم، الشحم بيسيح في الحر بيطلع على نافوخ يضرب في طاسه المخ يعمل غباء مستديم، وده نظريه علميه معروفه. نظريه ايدي يا فندم. طاسه المخ في الامم على راي الشاعر رب امه امتصت في امخاخها الاتتي فكاتت في اتاتها الاسسي. الله الله الله. رستم. لا يا فندم. قرار جمهوري بتحديد وزن الوزير ب 50 كيلو قايم. حاضر يا فندم. وعاطين فرصه من اتنين، بعد كده عاوزينهم واحد واحد، اللي عليه زي الجرام هفضل ضرب الجزم لغايه ما يخس. بس 50 كيلو انا مفيش خالص. هيبقى في شويه استثناءات، هنعتبرك من اسر الشهداء. الله يخليك. انا كنت عايزه من دماغي بتوجعني. انا عندي موضوع على جانب كبير من الاهميه، وانا واثق انه هيكون له جوانب اقتصاديه وزراعيه وصناعيه وهيخلي البلد ان شاء الله مهلبيه. ووجدت ان الامانه الديمقراطيه تحتم ان انا اعرض الامر عليكم، لان انا تعودت لا انفرد برايي ابدا. انا طبعا خدت قرار وخلاص، مش مستني رايكم يا بهايم. في دوله كبيره عارضين علينا عايزين ناجروا عندنا زي ما تقولوا كده حته ارض يعملوها تربه فرنجي، حاكم الخواجات ليهم حاجات عجيبه. بس اللي اعرفه يا فخامه الرئيس انهم عايزين يدفنوا النفايات في المقبره دي. والله قدام المقبره هتبقى بتاعتهم ويدفنوا فيها اللي هم عايزينه، احنا مالنا. ده شيء في منتهى الخطوره يا فندم، لان النفايات دي مهما اندفنت بعيد عن سطح الارض بتخرج منها اشعاعات. اشاعات؟ في اشاعات في البلد؟ لا يا فندم، اشعاعات. اكتر من اشاعه؟ اشعاعات نوويه يا فندم. اشاعات ايه؟ نوويه. نبويه بتطلع اشاعات؟ اعدموا نبويه. حاضر يا فندم. اشعاعات نوويه وذريه. وفوزيه كمان. اعدام لي فوزيه. حاضر يا فندم. نواه. الله، ونواه الاخرى ده تنظيم نساء مضاد. الظاهر يا فندم. اعدام بدون محاكمه. حاضر. ذره. مين؟ ذره. ذره فين ده؟ فين؟ الذره اللي جواها النواه. جوه ايه؟ نواه. الموضوع له علاقه بالبلح. الذره اللي جواها النواه. الذره، ايوه افتكرت، بتاع السنه رابعه. ايوه يا فندم. بتاعت رابعه اول. الذره اللي هي لما يبقى في بتاعه كده تيجي بتاعه تانية، تقوم تيجي بتاعه جنب البتاعه الاولانيه، تقوم تيجي بقى البتاعه الاولانيه ما تقعدش بقى مطرحها، تروح عند بتاعه رخره الثانيه، رخره ما تستناش، فتقوم بقى ايه يعني شويه يعني في خبص كده في حاجه. مالها دي بتقول؟ بتخرج منها اشعاعات ممكن في المستقبل تدمر الشعب كله. انت وزير ايه؟ وزير اقتصاد يا فندم. ولما انت بتاع اقتصاد مالك انت ومال الذره؟ يا فخامة الرئيس، فخامتك عرضت الموضوع وطلبت الرأي، وأنا قلت رأيي بدافع من ضمير. دافع من ايه؟ ضمير. زعق. ضمير. مش سامع انا. ضميري. انت وزير ايه؟ وزير الاقتصاد يا فندم. اقتصاد. يا فخامة الرئيس، أنا كل إخلاص للوطن سواء في فكري أو في عملي. أنا سعيد إن أنا اتعرفت عليك في الوقت المناسب، وسعيد أكتر إن يكون في وزير زيك في الوزارة عندي. هي الديمقراطية بتنشأ من إيه؟ من اختلاف الآراء، وفي النهاية رأي الأغلبية هو اللي يسود. يعجبني طريقة طرحك للموضوع، فكرك منظم، وبذرة الديمقراطية أساسا جواك. أنت عندك أولاد؟ عندي. لا حول ولا قوة إلا بالله. رستم. نعم يا فندم. وزير الاقتصاد مش هيقدر يكمل معانا الاجتماع. ليه خير يا فندم؟ كان عنده اجتماع فوق كان ناسيه، فكرته بيه زمانه مجتمع براحته دلوقتي. هي دي الطهارة الثورية اللي أنا بحبها.
يتطهروا من ملابسهم، بعد كده يتطهروا من افكارهم الهدامه. دلوقتي ايه رايكم موضوع حته الارض دي؟ ده لصالح البلد 100%. دي مسألة لابد أن نتمسك بها، لأن البلد في محيك، البلد في مسيس. أنا عندي عيال يا فندم. استنى، انت منطرونك ما نزلش ليه؟ ده مش شرط طبعا. عميل خير، لازم التراب، لازم التراب. اتكلم كويس وانا انزل لك حاجه تانية. انا عايز اعرف رجلين دي ولا صوامع غلال؟ يا فندم الموضوع ما كانش يستحق العرض من أساسه. مين في العالم كله يا فندم يعرف مصلحة الوطن غير قائد الأمة الهمام ومفكر ثورتها العظيم؟ دمت لنا فخرا يا زعيم الأمة، دمت لنا فخرا. أنا أشكركم على هذه الثقة العظيمة، ولكني تعودت لا أنفرد برأيي أبدا. يا فندم انفرد. أنت الشعب والشعب أنت. أنت الشعب والشعب أنت، أنت الشعب والشعب أنت. اجتماع انتهى، يلا وانت هو كل واحد على وزارته، يلا. أنت الشعب والشعب أنت، أنت الشعب والشعب أنت، أنت الشعب والشعب أنت. السيد نعيم يا فندم مدير عام المخابرات طالب مقابلة فخامتك. ادخل يا نعيم. فخامة الزعيم. يا نعيم بقالنا مدة ما سمعناش عن أي خبطة من خبطات المخابرات، لا في طيارة اتخطفت ولا سفارة اتفجرت ولا حاجة من دي. خير. فخامتك عودتنا إننا نعمل في صمت يا فندم. عارف يا رستم، نعيم ده من عينتك إبليس برضه، بس هو أبوه كان إبليس تخين، أنت أبوك كان إبليس ناشف. أيوه. كلنا في خدمة فخامتك. اللي في إيدك ده يا نعيم. ده شريط فيديو طلب رستم باشا يا فخامة الزعيم. إيه يا رستم، أنت بتشوف أفلام مخلة بالآداب ولا إيه؟ لا 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 مش تبقوا تاخدوني معاكم؟ طبعا. شريط يا فندم في حاجة تخص فخامتك. تخصني أنا؟ أيوة يا فندم. أنتوا صورتوني في مباحثات امبارح. لا لا، ما أنا عارفكم. ده الفيلم الأجنبي اللي بيتمثل عندنا في البلد استعانوا فيه بممثل في شبه من فخامتك. شبه من مين؟ شبه من فخامتك. شبه من مين؟ شبه فخامتك. شبه من مين؟ شبه من فخامتك. شبه من مين؟ احنا مسيطرين على الموقف فخامتك. أنا ما فيش حد شبهي يا رستم. ما فيش حد شبهي. ما فيش حد شبهي، فاهم؟ أنا الزعيم، أنا اللي هزيت التاريخ جامد جامد، وطلعت بركانه اللي كان خامد خامد، وفجر الثورة البيضة والحمراء والصفرة والخضرة. أنا الزعيم المستديم، أنا الزعيم المستديم. أنا مش بشر، أنا القدر. الأرض ملكي والبشر، والشمس تحتي والقمر. حتى المحال سيف انكسر، ولا فيش محال غير إني ما كنش الزعيم. أنا الجديد، أنا القديم. على قلبكم أنا الملعب، المعلم، القائد، الوالد، الحويط، الغندور، الإنسان، الفنان، الرقيق، المتحدث، اللادق، المفكر، الفصيح، المرعب، الوحش، الكاسر، المفترس، المدمر، السريع، الجامد. اللعيب، الشرير، البحبوح، اللذيذ، المتمنجد، الضرب، الممثل الكبير، اللئيم، المنس، الواعر، المحترف، المدقدق، الشجيع، الرهيب.
جنكيز خان موسوليني وهتلر. أنا أعظم وأضل وأكبر. أراوس جوليوس قيصر. مين دول؟ ميسيا نابليون. ضعيف وبقصة. إيفينا. واحدة ست. ونيرون اللي حرقها وكركر. أنا أعظم وأضل وأكبر وأخطر. عاش زعيمنا حبيب الشعب، بطل السلم وبطل الحرب، قمر الليلة وسيد العيلة، قائد الثورة والهليلة، كبير الراس والعين والقلب. عاش زعيمنا حبيب الشعب، عاش زعيمنا حبيب الشعب، بطل السلم وبطل الحرب، قمر الليلة وسيد العيلة، قائد الثورة والهليلة، كبير الراس والعين والقلب. عاش زعيمنا حبيب الشعب. عارفكم يا ولاد شعبي بالواحد. عندي ملفاتكم واحد. خليك يا شعبي عبيد ماشي وماشي جنب الحيط. ماشي أحسن لكم أكرم لكم وادينا أهو حذرتكم. الكيكة واضرب بلجيكا وأمريكا وازحف على سراييفو دكة. هاتلك كيك أيها الكيكة واضرب بلجيكا وأمريكا وازحف على سراييفو دكة وابقى زعيم الأرض بحلها. أنا على السطح يا سمسمة. إيه اللي بهدل الأوضة كده؟ سمسمة، بنت يا سمسمة. أيوة يا مامتي أنا طلعت أهو. إيه ده؟ إيه اللي بهدل الأوضة كده؟ هو مفيش غيره، يبقى جه ونزل، لكن جه منين؟ ده أنا قاعدة له على الباب العمومي طول النهار، وبالليل لما دخلت تربست الباب من جوه ب3 ترابيس. بتعملي ايه؟ بساوي الأوضة عشان زينهم حبيبي خطيبي لما يجي يلاقي أوضته متساوية. زينهم حبيبك خطيبك؟ جاتك قوي. هو كان خطبك ولا اتقدم لك ولا اتكلم عليكي ولا عبرك؟ ماليش دعوة يا ست ماما، انت قلتي انك هتجوزيهولي يبقى لازما وحتما انك تجوزيهولي. مش لما نلاقيه الأول يا سمسمة؟ لا جوزيهولي الأول وبيلاقي على مالي. ما ينفعش يا خايبة اللي جايبالي وجع القلب. ما ينفعش ليه؟ جوزيهولي جوزيهولي جوزيهولي. يقطع الجواز وسنينه. يا بنت عقلي مش كده هرشتي مخي معاكي. مش قادرة يا مامتي، حبه راقد على قلبي زي لية الخروف. أنا عارفة إيه بس اللي عاجبك فيه المسلوع ده. عيب يا ماما ما تقوليش كده على زينهم، زينهم ده راجل ولا كل الرجالة. يا أختي بلا نيلة، هو الراجل يبقى
يبقى راجل الا اذا كان طوله مترين وعرضه 3 وكرشه متر وربع قدام منه وقفاه نص متر زي المرحوم ابوكي. ماليش دعوه بابويا، انا بحب زينهم زي ما هو كده. بحبه يا اخواتي، بحبه يا ناس، بحبه. بس يا بنت خراسي ده تكنيله، طول ما انت مدلوع عليه بالشكل ده مش هيعبرك. وانا هعمل ايه بتعبيره؟ انا عايزاه يتجوزني. بس يا بنت خراسي يتجوزني. ده تكنيله عليك وعلى الجواز في يوم واحد. طيب يا زينهم وادي قاعده